قد سمعتوا عن أعظم نصاب في التاريخ اللي قدر يضحك على شركة طيران كاملة ويسافر حول العالم وبدون ما أحد يدري؟ وسافر هذا الشخص المجنون 26 دولة، تخيلوا، و250 رحلة طيران مجانية. وهذا الشخص قدر يقطع 1,500,000 كيلومتر وكلها مجانا، تخيلوا. وأنا طبعا اليوم حتكلم عن نصاب، ولكن لما أجي أتكلم عن نصاب أبدا ما حيكون هذا الشخص عادي، لأنه هذا الشخص لما أقول لك محترف النصب فهو والله محترف النصب. قدر إنه يطلع شهادة من هارفارد، أقوى جامعة في أمريكا، وقدر يضحك على مستشفى كامل ويشتغل فيها مشرف على الأطباء، يعني منصب كبير مو عادي كمان. وبرضه قدر يشتغل في المحاماة وضحك على جامعة كاملة وصار مساعد للبروفيسور. والصدمة الكبرى يا جماعة الخير إنه هذا كله وهو حتى الآن ما تعدى سن 20، هذا كله وعمره 19 سنة. يا صديقي المتابع، من كثر ما هذا الشخص حياته كانت أكشن سووا عنه فيلم كامل، وهذا الفيلم الآن تخيلوا يعتبر من أشهر أفلام العالم. وهذا الشخص اللي حنتكلم عنه اليوم اسمه فرانك أبيجنيل. My name is Mr. Abagnale. That's Abagnale, not Abagnale, but Abagnale. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا يا صديقي المتابع صلي الحبيب، معاك شخصيا عبد الرحمن بابقي، مؤسس هذه القناة وصاحبها ومقدم هذه الحلقة. وأحب أقول لك يا صديقي المتابع من هذا المنبر، إذا ما عجبك المحتوى لا تضغط لايك، ما هي مشكلة، ولكن إذا عجبك المحتوى وما ضغط لايك فأعلم أن الشيطان قد منعك. صديقي المتابع اضغط لايك، خلينا نستفيد ونفيد وانت تستفيد ونوصل للناس كلهم. يا اخي انظر حوالينك، شوف هالشيطان جاي جنبك قاعد يوسوس لك انك ما تضغط لايك، خلك قوي اضغط لايك صديقي المتابع. ومعلومه كذا تعرف انه 60% من اللي يتابعوا قناتي مو مشتركين في القناه، يعني تخيل اذا هذول 60% يشتركوا في القناه يمكن يوصل فوق 4 مليون و3 مليون في اقل من كم شهر فقط. فاشترك في القناه اذا عجبك المحتوى يا اخي. ايش كلام فاضي هذا. صديقي المتابع، تبدا قصه فرانك لما يكون عمره 16 سنه. كانت في مشاكل جدا كثير بين امه وابوه، وهذا كله ادى للانفصال بينهم. ففرانك هذا بسبب التشتت العائلي شرد من البيت وراح لنيويورك في امريكا. وطبعا يعني في بدايه ايامه لا يقدر لا يشرب ولا ياكل ولا يسوي حاجه لانه ما عنده فلوس. فقرر فرانك هنا انه يبدا يشتغل، وهنا كانت الصدمه الاولى لفرانك. فرواتب الصغار هنا كانت جدا كبيره بالنسبه للكبار، وحتى اذا كانوا الكبار ما عندهم خبره هم الاثنين دخلوا مع بعض الكبير حياخذ راتب اكثر من الصغير، وهذا شيء معروف عالميا الله اعلم. ففرانك هنا ياخذ من المستحيل انه ياخذ راتب بسبب عمره. ولكن لمعلوميه ركزوا على هذه الثغره، فرانك كان عمره صح 16 سنه ولكن شكله وهيئه جسمه كانت ابدا ما هي 16 سنه، لان شكله كان اكبر بكثير من 16 سنه. حتى انه كان طوله 180 سم، تخيل، وهذا عمره 16. حتى انه لما كان في مدرسه الطلاب كانوا يقولوا عنه هذا استاذ، هذا مو طالب زينا، شكله كان جدا كبير. فهنا من هذه الثغره جات اول نصبه لفرانك. فرانك من مواليد 1948، والشيء الوحيد اللي يثبت انه هذا عمره فقط اللسان القيادي اللي كان معاه، ما في لا شهاده ميلاد ولا حاجه، فقط هذا الشيء. فراح يسوي فرانك هنا فقط انه غير رقم واحد اللي خلى الناس يزودوا في راتبه. تخيل الرقم هذا هو كان 4 وحوله وخلاه 3، يعني الان صار من مواليد 1938 وكذا، يعني صار عمره الان 26 سنه بدال 16 سنه. وكمان هو زي ما قلت لكم شكله وعمره كان جدا يساعده في هذا الشيء. فراح فرانك هذا وقدم على شغله وبالفعل ضبطت معاه. تخيلوا ايش سوى، راح قدم على نفس الاشغال اللي كان يشتغلها اول، ولكن قدم على نفس الاشغال ولكن اكيد عند ناس ثانيه فزودوا راتبه وصار احسن بكثير من اول، بس عشان غير رقم واحد. ولكن مع ذلك فرانك شاف ان الفلوس لسه قليله وهذه ما تكفيني، لا انا ابغى اكثر. فايش سوى هو اصلا من البدايه لما يشترد من بيت اهله؟ هو لما يشترد من بيت اهله اخذ دفتر شيكات معاه. هو من ايام الصيف لما كان في المدرسه كان يجمع فيها فلوس، ففي الشيكات هذه كان فيها فلوس، لان في امريكا في ذلك الوقت كانوا العيال بعد ما يخلصوا من المدرسه في فتره الصيف كانوا يروح يشتغلوا عشان يجمع فلوس. فبعض الاحيان فرانك هذا كان ياخذ من الشيكات فلوس عشان كان يعوض النقص اللي كان هو فيه، وكان يعني يصرف من هذا الشيكات $15 الى $30. هنا انت حتقول لي يا عبد الرحمن هذه الافلام كلها بس عشان ياخذ $15 الى $30؟ حاب اقول لك يا صديقي المتابع انه الايام كانت الفلوس مختلفه تماما وكانت اقوى من الان. $10 اول كانت الان تعتبر $80. تخيلوا $10 فقط، يعني لما ياخذ هذا الان $30 وكانه ياخذ الان $240. تخيل، وهذا كله يعني بسبب معدلات التضخم اللي تصير كل سنه، وهذا شيء ترى طبيعي يعني مو شيء غريب. وترى المعلوميه الشيكات حقيقيه وبرضه الحساب حقيقي، يعني الان بهذا الشيكات مو قاعد يضحك على احد، ولكن اصحابه وعيال الحار اللي عنده كان دائما لما يجلسوا معاه يقولوا له انت الشخص الوحيد اللي تخش البنك وبكل بساطه تطلع الشيك حقك وتطلع الفلوس اللي في الشيك، وحتى بدون ما تعرف احد في البنك، يعني حتى بدون واسطه طلع فلوس زي كده بكل بساطه. ففرانك قال له قول ما شاء الله، فما قال ما شاء الله، وجات الحكومه ومسكته بتهمه
تغيير العمر. لا امزح هذا ما صار، بس هو ترى كان الشخص الوحيد اللي يخش البنك ويطلع فلوس بكل بساطة، اللي معاه ما كان يقدر يسوي نفس الشيء اللي هو كان يسويه. وهنا فرانك في هذه اللحظة بدأ يشوف الموهبة اللي عنده، وانه عنده كاريزما جدا حلوة يمديه يجذب اي شخص قدامه، لان فرانك كانت طريقة لبسه وطريقة حواره مع الناس كانت توريه انهم هذا والله شخص مهم. فبعد ما خلصت الفلوس اللي كانت في الحساب بدأ يكتب شيكات ويروح للبنوك ويصرف فلوس، واصلا في الحساب ما في فلوس. حتقول لي يا عبد الرحمن كيف يصرف فلوس واصلا في حسابه ما في فلوس؟ كيف كذا؟ زمان يا صديقي المتابع ما كان في نت وما كان في اصلا جهاز يكشف انه اصلا عندك فلوس في الحساب ولا لا. اول كنت تعطيهم الشيك ويطول عبال ما يجيك الرد من البنك. فهنا في بعض الموظفين لما يشوفوا فرانك يقولوا اوف والله هذا شكله غني، فيصرفوا له هذا المبلغ. في النهايه $30 او $15 يعني جدا قليل، وشكله هذا الرجال جدا غني. وكمان الشيك شكله صحيح يعني ما في له اي خطأ، ما في له تزوير، ولكن هو في الحقيقه مزور، ولكن هم مو عارفين. كان جدا محترف في التزوير فرانك. ولكن برضه ترى اغلب الموظفين ما كانوا يصرفوا لفرانك ترى الفلوس. فهو ايش كان يسوي؟ فكان اذا ما زبط في الموظف الاول يروح للموظف الثاني، واذا ما زبط برضه في الموظف الثاني يروح لبنك ثاني، وهكذا ويجي زي كده الين ما في يجي واحد ويصرف له الفلوس هذه. وهذا الليفل من النصب يعتبر جدا تعبان لان القادم اعظم. في يوم من الايام فرانك كان داخل لوحده من الفنادق، فهو داخل الفندق شاف في طاقم من الطيارين وكمان معاه المساعد وبعض الموظفات. فهنا فرانك لما شافهم اعجب فيهم وقال والله اذا كنت طيار حسافر كل مكان ببلاش، والاكل والشرب والسكن كله حيكون على حساب الشركه، واذا كنت لابس بدله الطيران هذه حتكون عندي مصداقيه جدا كبيره عند الناس. فيعني اذا دخلت البنك بهذه البدله حيصرفوا له شيكات بكل سهوله وبدون اي مشاكل. وهنا فرانك جاته فكره بانه ينصب اكبر شركه طيران كانت في امريكا، شركه بان ام للطيران، وانه ينتحل شخصيه طيار وانه يسوي انه منهم. المشكله يا صديقي المتابع هذا الشخص الراوس عنده مقطوع، اي فكره تجي على باله قدام على طول، ولا يفكر في تبعيات ايش حيصير بعدين. طيب يا اخي يمكن توقع في مصيبه، يمكن قدام على طول هذا الشخص. واول فكره جاته انه لازم الان اخذ لبس الطياره عشان اوهمهم انه انا معاهم. فالمشكله ان الاولى الان بدله الطيران دائما ما حد يصنعها الا فقط الشركه نفسها، ما حد يمدي يخيطها غيرهم. فايش سوى فرانك هنا؟ اتصل على نفس الشركه وكلمهم على اساس انه هو شغال معاهم، وقال لهم والله يا طويلين العمر والله بدلتي ضاعت وابغى بدله جديده. فاعطوه اسم شركه هم متعاونين معاهم عشان يسووا البدل حق الطيران. فقالوا له روح لهذه الشركه وباذن الله حتسوي لك بدله طيران. فراح لعندهم والله وطلعوا له بدله الطيران، فصل البدله هذه على نفس مقاسه، وكمان خلى البدله هذه بفلوس الشركه، خلى الشركه هي اللي تدفع. قال لهم سعر البدله هذه حولوها على الشركه عشان يخصموها من راتبي، وهو اصلا ما يشتغل عندهم. الان عنده هذا البدله، ولكن عشان تكمل الشخصيه لازم يكون عنده بطاقه طيران. ولكن هنا ما حيسوي نفس الحركه اللي سواها في البدله، والله حقي بطاقه المعلومات ضاعت، لانه هنا يمكن يطلبوا معلوماته ويمكن يتكشف. فهنا سوى حركه جدا ذكيه، راح بحث عن الشركه اللي تسوي بطاقات لشركه بان ام، تسوي بطاقات للموظفين حق هذه الشركه. راح قال لهم والله انا صاحب شركه عريقه وابغى اتعاقد معاكم عشان تسوي بطاقات للموظفين، وانا جدا معجب بالبطاقات اللي تسووها لشركه بان ام، فابغاكم يا طويلين الاعمار انكم تسوي نموذج نفس بطاقه شركه بان ام، نموذج واحد، وابغى واحده بالضبط نفس حقهم ولكن باسمي وصورتي. بما انه انا حاشتري هذه الالات فابغى اشوف جوده تصنيعها وكيف تصنيع هذه البطاقات. والله يا حبيبي سووا له بطاقه باسمه وبصورته كمان، ولكن خلى الاسم فرانك تايلر وليس فرانك ابيجنيل عشان ما حد يعرف هويته الحقيقيه. ولكن بعد هذا كله، بعد ما سووا له البطاقه الا لسه كان هناك شويه تفاصيل ما سووها، اللوجو حق الشركه وشويه تفاصيل بسيطه، فراح هو سواها بنفسه وسوى هذه النسخه مطابقه للاصل. واما الشركه اللي قال لهم حتعاقد معاكم وحشتري منكم الاجهزه، سووا لهم واحده والله اسمع بروح اجيب محفظتي من السياره واجيكم. وهذه كانت اخر مره يشوفوا وجهه. فالان فرانك معاه البدله ومعاه البطاقه، فدائما يروح المطار عشان يحاول يتعود على المكان، ويبغى يعرف كمان كيف الطيارين يشتغلوا وكيف يتعاملوا مع الموظفين. وفي نفس الوقت استغل الفرصه بما انه لابس بدله الطيران، فصار يروح على البنوك يصرف الشيكات ببدله الطيران، والناس هنا صارت تصدقوا اكثر ببدله الطيران، صار عنده مصداقيه جدا قويه، وصار يخش اي بنك ويصرف مبالغ كبيره ولا حد داري عنه. فبعد فتره اخذ فكره عن مكان واخذ فكره عن الموظفين وكيف يشتغلوا، وهنا خلاص حان الوقت انه يروح لاول رحله طيران له. يا عبد الرحمن كيف يسوق الطياره هو اصلا مو طيار ولا يعرف كيف يسوق الطياره؟ هنا اقول لك يا صديقي المتابع هناك شيء يسمى بالديد هيدنج، هذه الميزه تكون للطيارين وبرضه للناس اللي يشتغلوا في المطارات، يمديهم يسافروا اي مكان وببلاش، ولكن بشرط ان تكون الطياره يكون فيها مكان فارغ عشان يوصلوا لمكان شغلهم الثاني. فهو كان يستغل هذه الفرصه وكان يسافر بالرحلات، وكمان ترى كان يسكن مع الطاقم نفسه، فكان سفره واكله وشربه ومسكنه كله بلاش، كله على حساب الشركه. ومو بس كذا، كان لما يروح اي بلد كان يروح يصرف هذه الشيكات المزوره، فكان حاله من ناحيه فلوس
مرة ما يحتاج، كان وضعه جدا فنان وما كان احد يقدر يمسكه لانه كان يسافر كل مكان، ما يجلس في مكان واحد. عبال ما شيك هذا البنك يكتشف انه مزور وقدر الرجال قدر سافر ومو في البلاد، وكمان اسمه مو حقيقي فكيف حيوصلوا له؟ فكان يصرف الشيكات ويفلها في كل مكان يروح على حساب الشركة ولا حساب البنوك. وتخيلوا جلس على هذا الحال لمدة 2 كاملين وما حد اكتشفه. وتخيلوا 2 كاملين يجلس في هذا المكان ويسوي نفسه انه طيار وفي شغلة حساسة زي كذا وما حد يدري عنه. وفوق هذا كله لسه سنه 18 الى 19 سنة، جدا صغير الولد. ولكن كان هذا الشخص جدا ذكي في النصب. سافر هذا فرانك ل 26 دولة و250 رحلة طيران، وقطع هذا الشخص 1.5 مليون كيلومتر. ولكن في هذه الاوقات فرانك حس انه الوضع بدأ ما يصير كويس، بدأ يمكن اتورط شوية لانه جلس 2 وحتى الان ما اكتشفوا. بدت العيون تجي عليه كثير والناس هناك بدأت تعرف والوجوه صارت تتكرر لمدة 2 تاكي هناك، فاكيد هذا الموضوع حيصير. وكان حيتفضح امره لما في واحد جلسه وقال هذا الشخص ما يشتغل في هذه الشركة، هذا كذاب وهذا نصاب كبير. ولكن هذا فرانك عنده سرعة بديهة جدا خطيرة وطريقة خروجه من المشاكل جدا ذكية، ما خلى اي احد يشك فيه ما عدا الرجال فقط اللي قاعد يتهمه هذا. فقرر في يوم من الايام انه يطلع من هذا الشغل لانه خلاص بدت الامور ما تصير كويسة، واستقر في مدينة اتلانتا في امريكا. هل حيرتاح هنا خلاص وما حينصب على احد في العالم ويريح الناس من راسه؟ لا يا صديقي المتابع، يستأجر عقد طويل الامد في بيت الاحلام، وهذا البيت ما حد يقدر يجيبه الا فقط اللي عنده وظيفه جدا كبيره وعنده دخل جدا عالي. فيا حبيبي فرانك ايش يسوي نفسه دكتور. ولما سأله عن تخصص قال لهم انا طبيب اطفال من فلوريدا وانا الان في اجازه في اتلانتا عشان اخلص بعض البحوثات. والشغل هذا بالذات الكذب فيه حيكون جدا صعب، وانك تكذب في هذا الموضوع يمكن تنكشف على طول. وهنا اللي سوء حط فرانك جاره طلع طبيب زيه، والطبيب هذا دق على باب فرانك ويبغى يتعرف عليه، ففتح الباب فرانك ويتفاجأ بهذا الشخص انه طلع طبيب ودكتور وفي نفس التخصص كمان في مستشفى سميثرز قريبه من البيت يشتغل فيها هذا الدكتور. فجلسوا مع بعض يتكلموا، والحمد لله انه دكتور ويلز جرينجر هذا ما كان شخص فضولي، يعني انه ما كان يسأل اسئله عن حياته وعن تخصص. فارتاح هنا فرانك وما صار يشيل هم هذا الشخص. ولكن في يوم من الايام قدم له دعوه بانه يجي المستشفى اللي شغال فيها ويشوف الوضع فيها كيف. وهنا فرانك بدأ كل شوية يتهرب من هذه الدعوة، ولكن في يوم من الأيام قال إنه لازم أروح وأثبت نفسي. فإيش سوى؟ راح زور شهادة من جامعة هارفرد اللي تعتبر من أفضل الجامعات في أمريكا، وصار دائما يروح المكتبة ويدرس عن طب الأطفال عشان إذا جاء أي سؤال يعرف كيف يرد، عشان خلاص هنا يكون مستعد لأي سؤال يجي. وبالفعل بعد كم أسبوع من الاجتهاد والدراسة في طب الأطفال حس إنه الآن أنا مستعد ويمديني أجاوب على أي سؤال يتسألني، فخلاص بروح هناك وأثبت نفسي. الدكاترة بس عشان يشتغلوا في هذه المستشفيات يجلسوا يتعبوا في الموضوع ويجلسوا كم سنة 6 أو 7 سنين بس عشان يتخرجوا. اما هذا فرانك عشان يصير طبيب وعشان يشتغل يجلس تقريبا بس كم اسبوع دراسه. وهنا لما راح مستشفى عجب الوضع، فصار كل فتره صار يزور نفس المستشفى هذا. ولكن في واحده من الزيارات هذه المدير حق المستشفى طلب فرانك في طلب جدا صعب، طلب منه انه يغطي مكان دكتور لمده 10 ايام. المدير هنا قاعد يقول له انه بنغطي مكان هذا الدكتور باسرع طريقه ممكن، وانت الان انت احسن واحد في المجال هذا، عندك خبره وعندك شهاده من افضل جامعه، فانت حتى الان افضل واحد للمكان هذا. فقال له فرانك والله ما عندي رخصة إلا في الولاية اللي كنت أشتغل فيها، فما أقدر أشتغل في هذه الولاية، أنا عندي رخصة إني أشتغل فقط لمدينة كاليفورنيا، ما أقدر أشتغل هنا. فقال له المدير لا ما عليك، أنت ما حتسوي حاجة، بس إنك تداوم في الليل وتشرف على الممرضين والممرضات المبتدئين، ولكن لازم تعدي من لجنة تقريبا فيها 5 أشخاص حيحكموا هل أنت مؤهل تشتغل في هذا المكان أو لا. ولا الموضوع أكيد جدا بسيط بما إنه أنت عندك خبرة وعندك شهادة ووضعك حيكون مرة سهلات يعني. فرانك هنا يبغى يطلع من الموضوع وما يبغى يتورط، ولكن فجأة قال موافق، لأن فرانك هذا مجنون ويحب التحديات ويحب الأشياء اللي زي كذا. فقال خلينا نجرب. يا طيب في حيكون لجنة تحكيم يمكن يقفطوك ويمكن تتورط بعدها. الرجال هذا ما فكر في ولا حاجة، يا ابني قدام واللي يصير يصير. ومن حسن حظه إن اللجنة كانت جدا لطيفة معاه وما حققوا معاه صح، لأنه قالوا هذا خبرة هذا ما يحتاج. وبالفعل صار مشرف على الممرضين في قسم الأطفال، وصارت تحت يده 40 ممرضة و8 أطباء. فرانك خوي هنا سوى إنه خبرة وإني مو أنا اللي أتبع القوانين، كان يعطي كل المجال للممرضين انهم ياخذوا راحتهم مع المرضى. فبعد ما خلص شغله اللي هي 10 ايام ناداه مدير المستشفى قال له والله شفت هذاك الرجال اللي قلت لك حيرجع بعد 10 ايام، هذاك الرجال ما حيرجع، واباك من الان من اليوم فصاعدا تمسك مكان هذا الرجال، واباك تمسك هذه الوظيفه، وابغاك دائما تكون مشرف في مكان هذاك الرجال. وبالفعل المجنون فرانك وافق على الهرجه وقال له ما عليك عندي تعرف انت ايش كانوا يسموني في الحاره؟ كانوا يسموني الاستاذ دكتوراني. وبالفعل يا حبيبي يمسك هذه الوظيفه لمده
لمدة 11 شهر يا رجل. نفسي افهم انا الان كيف مسك هذه الوظيفة، هذه وظيفة جدا حساسة ومسكها طول هذه المدة وما حد عرف. المشكلة المنصب اللي ماسكه ابدا معادي، في تحته اطباء كثير، يعني انه دوره في المستشفى ابدا معادي وكان له تأثير كبير. وهذا طبعا يعني من حسن حظه انه حتى الان ما اكتشف. ولكن في يوم من الايام الدكاترة اللي عنده اللي هو مسؤول عنهم جو عنده فجأة قالوا انه يحتاجك في حالة طارئة. فلما راح عند الحالة الطارئة ودخل عليهم بدأ هنا يتأتئ في الكلام، والتوتر اللي كان فيه كان ليفل 4000، كان جدا متوتر مو عارف ايش يسوي. فحاول هنا يمسك اعصابه وصار يسأل المتدربين اللي معاه، يسألهم عن الحالة، ايش رايكم في هذه الحالة وايش المفروض يعني انكم تسووا في هذه الحالة. قال لك انه ايش؟ قال لك انه اختبرهم هنا. في واحد من الاطباء اللي كانوا معاهم اعطى رأي من عنده، ففرانك هذا سوى لهم حبة زي كذا ويقول له فنان ما شاء الله عليك، يلا ابدا. وهو اصلا مو داري عن اي حاجه ولا داري عن ايش اللي قال هذا اصلا الطبيب. فبعد الموقف هذا حس انه لا، انا يمكن اتورط ويمكن اعرض حياه الناس للخطر، ما ينفع انه اجلس في هذا المنصب الحساس كذا. فهنا قرر انه ينتقل لمدينه ثانيه ويسيب المكان اللي هو كان فيه، وراح لمدينه تسمى بمدينه لويزيانا. وهنا بالصدفه لقى واحده كانت تشتغل معاه لما كان يشتغل في الطيران، لما كان ناصب على هذيك الشركه. ومكمل خوينا هذا وراح قال له والله انا عندي شهاده في القانون من جامعه هارفرد. اول كان دكتور الحين بيخش في القانون. ففي واحده من الايام دعته على حفله وعرفته على شخص. الشخص هذا اللي عرفته عليه هذا الشخص مساعد المدعي العام للولايه. هذا الشخص اسمه كان جيسون ويلكس. هنا جيسون لما عرف انه فرانك عنده هذه الشهادات ومو قاعد يشتغل، والشهادات اللي عنده ما هي هينه، الشهاده اللي عنده تعتبر من افضل الشهادات في القانون من جامعه هارفرد. وجيسون اصلا كان قاعد يدور على محامين شباب ويكونوا كمان اهم شيء متميزين في مجالهم. اختبار البار هذا فقط اللي يختبروه فقط المحامين عشان يقدروا بعد يشتغلوا في المحاماة، حتى اذا كان معاه شهادة من افضل الجامعات لازم يختبر هذا الاختبار اللي هو اختبار البار. والاختبار هذا ترى مرة صعب ومو اي احد يقدر يتعداه، حتى نفسهم المحامين، واللي يتعداه كمان فقط المحامي الشاطر مو اللي شهادته مزورة. هنا فرانك تخليه يسوى، راح سوى موعد للاختبار هذا انه بيروح يختبر، وبدون اي احتيال وبدون اي نصب يتعدى هذا الاختبار بتعبه وبجهده. يا عبد الرحمن انت قاعد تبين ان الدنيا جدا بسيطة، كيف تعدى هذا الاختبار وانت قاعد تقول لي انه هذا اختبار جدا صعب؟ وحتى المحامين نفسهم بالقوة يتعدوا، فكيف هذا الشهادة المزورة كيف يتعداها زي كذا؟ انا اقول لك يا صديقي المتابع، اولا فرانك ايش سوى؟ راح زور شهادة من هارفرد وصور كمان ترانسكريبت من هارفرد، وبعدها لما جاء حجز موعد عشان يختبر هذا الاختبار بعدها راح المكتب وصار يذاكر وصار يجتهد عشان يحاول يتعدى هذا الاختبار، وبالفعل تعدى هذا الاختبار اللي المفروض ما يتعداه الا فقط المحامين. فرانك ترى المعلومية كان نصاب من مستوى ثاني، كان معدل ذكائه جدا ترى عالي، شخص ابدا معادي. هذا كله قلت لكم ترى لسه عمره صغير. هنا في هذا اللحظة لما سوى هذا كله ترى هنا عمره 19 سنة، لسه حتى ما تعدى ال20. وبعدها راح يشتغل عند مكتب المدعي العام لمدة فترة بسيطة. الا في يوم من الايام هو كان قاعد يشتغل جاله شخص يتخرج من نفس الجامعة، جامعة هارفرد، وبرضه كمان محامي وفي نفس التخصص. فصار هذا الشخص صار يسأل فرانك عن أسئلة بالتفصيل كانت عن الجامعة وعن الدراسة وعن التخصص، حتى انه فرانك بنفسه قال انه حسيت انه شوية يمكن انفضح، فقام وسحب نفسه من الشغلة دي وراح لولاية ثانية، فراح لولاية يوتا في جامعة برغهام. وهنا تخيلوا كمان قدروا انه يخدع الجامعة ويصير مساعد بروفيسور لمدة 8 شهور، ولكن الجامعة تنفي هذا الكلام تماما ويقولوا انه ما صار هذا الشيء وهذا الرجال ما خدعنا. هنا حتقول لي يا عبد الرحمن يا اخي هو دحين سوى هذا كله وضحك على الشعب هذا كله وهو من اعظم الشركات كمان ضحك عليهم وما حد مسكه ولا حد درى عنه؟ كيف كذا؟ هنا انا حقول لك لا، لانه كان الاف بي اي كانت تلاحقه في كل مكان وكانت قاعد تراقبه. الاف بي اي ترى دائما حسب اشاعات امريكا انه دائما تراقب الشخص، وابدا ما تمسك الشخص على 20 سنة حكم او 30 سنة حكم، لما تمسكه يا اعدام او سجن مؤبد، هذا حسب كلامه، رغم انه كلام هذا ما اعتقد ولكن ممكن. فالمهم الاف بي اي كانوا يتابعوه وكانوا قاعدين يسجلوا كل حاجه، وحتى انه تخيلوا شرطه الانتربول كانت تلاحقه في كل مكان وتحاول تمسكه. الانتربول هذا يا صديقي المتابع اذا انت ما تعرف، انتربول هذه هي شرطه ولكن دوليه. فهنا فرانك ايش سوى؟ طلع من امريكا وراح علين اوروبا، فصار قاعد يدور على المدن ويدور على اوروبا وقاعد ينصب على العالم والناس كلهم. واخيرا وليس اخرا شرطه الانتربول اخيرا ترتاح من هذا الشخص، تمسكه في فرنسا بتهمه اعتقال من السويد، ايام لما كان
كان ماخذ شخصية الطيران، وبتهمة برضه سرق فلوس كثير من البنوك، فاخذوه وجلس في السجن كم شهر، وبعدها سلموه للسويد، وهناك برضه جلس في السجن كم شهر، وبعدها سلموه لامريكا، رجعوه لبلده القديم. المحكمة الامريكية هنا حكمت عليه فقط 12 سنة، وفي فترة حجزه في السجن قدر انه ينصب على الحراس ويسوي نفسه حارس ويشرد من السجن. لا امزح هذا ما سرى، ولكن حاول انه يشرد من السجن وشرد مرتين، ولكن برضه رجعه. فهنا تسجل للمرة الثالثة، وبعد سجنه للمرة الثالثة جلس في السجن 4 سنين، وبعد 4 سنين الاف بي اي اللي كانوا يلحقوه اول جو عنده ويطلبوا صار يطلب مساعدته في حل قضايا تزوير الشيكات، لانه هو كان جدا فنان في تزوير الشيكات، لان كمان تزوير فرانك كان جدا محترف ودقيق جدا، حتى انه نفس الشركات لما شافوا الشيكات اللي كان يزورها فرانك اندهشوا. مرة فنان ودقيق في تزوير الشيكات، كان مرة محترف. ففرانك اول ما سمع طلب الاف بي اي على طول وافق. فالاف بي اي لما شافوا موهبته قالوا والله هذا لازم نستفيد منه بدل مرمي كده في السجن وما منه فايدة، فساعدهم وحل كثير من قضايا النصب والتزوير. وترى المعلومية ترى فرانك حتى الان موجود وحي وبرا السجن حر، والان عمره 71 سنة وخلص شغله مع الاف بي اي، وهو الان صار يشتغل وبرضه صار رائد اعمال وبرضه ممثل افلام وبرضه رجل اعمال. شوف يعني هو صراحة ما اعرف ايش الفرق بين رجل اعمال ورائد اعمال، ولكن يعني في جوجل كان مكتوب كده فحبيت اقولها. ومن اشغاله هذا اللي قاعد يسويه اللي بدون النصب الان صار ملياردير، وخلاص ابدا ساب هذا الطريق تماما وما صار ينصب على احد بالعالم. وفي سنة 2002 واحفظ هذا التاريخ تماما، لانه في هذه السنة جاء شخص جدا خطير اسمه عبد الرحمن بابجي يحكي لك هذا القصة. وفي نفس هذه السنة سبحان الله اخرجوا فيلم من بطولة رينالدو دي كابريو، ان شاء الله قلت اسمه صح، ويعني صراحة ما انصحكم تتفرج هذا الفيلم لانه فيلم صراحة ابو كلب، ولكن شكله نجح لانه كانوا ايامها الناس كانوا يشوفوه حلو. وحقق هذا الفيلم ترى فوق $1,000,000، حتى انه نزلوا معاه مقابلة شركة جوجل ونزلوا برضه المقطع في اليوتيوب، وهو كان يتكلم عن حياته وايش كان يسوي زمان. وهنا يا صديقي المتابع احب اسالك سؤال، هل عجبكم المحتوى زي كده؟ وهل تبغوني اسوي زي كده قصة عن الاحتيالات والسرقة والاكشن؟ اكتبوا لي في الكومنتات واضغطوا زر لايك، واذا عجبكم المحتوى اشترك في القناة، وهذا حسابي في سناب ترى دائما اكون هناك. واخيرا وليس اخرا نختم بالصلاة على الحبيب، ودائما وابدا يا صديقي المتابع ما اقول لك مع السلامة، بل باذن الله سوف نلقاك في المقطع القادم.